لو حد صاحبك او قريبك بيخاف قوي من الحسد، هعلمك ترد عليه ازاي وتتعامل معاه ازاي. السلام عليكم، ازيك يا صديقي، عامل ايه؟ حميد الحمد لله والله، المهم الصحه بس، الحمد لله الحمد لله. انت بقى اخبارك ايه؟ والله العظيم انا تمام وكل حاجه زي الفل الحمد لله. طب يا سيدي الحمد لله، المهم الصحه عامله ايه؟ يا عم والله الصحه بومبو زي الفل، اللهم لك الحمد، ربنا يديمها نعمه. بس طالما الصحه زي الفل وكل حاجه زي الفل، هتلاقي النفسيه وحشه الايام دي. النفسيه يا عم وعايشين في بؤس رهيب، والحاله صعبه ووحشه قوي على كل الناس والله. انت اديني بالعافيه والله العظيم، الراحه النفسيه موجوده، اللهم لك الحمد، احنا في نعمه. ايه يا عم في ايه يا عم؟ خلي بالك يا عم، انت كده تحسد على فكره، لو حد سمعك هيحسدك. بالعكس انا بؤمن بالله، ربك بيقول واما بنعمه ربك فحدث. لا لا لا، العين حق يا صاحبي مذكوره في القران. انا مؤمن ان ربنا بيحرس من العين، وشفتها في حياتي، اللي بيخفي وبينكر نعمه ربنا حاله بيتدهور دايما. خلي بالك انا بقول النعم برضك، بس بقولها لحبايبي الناس اللي زيك كده. باقي الناس لازم اقول لهم ان الحاله وحشه وما ينفعش اطمع حد فيا، كلها بقى بتستكتر الحاجه على الناس. لكن اللي عنده نعم وبيظهرها دايما ربنا بيكرمه، ودايما بيكبر وبيزيد، عشان عندهم نعم كتير مش عندي. هم انا ما عنديش. بالعكس هم بيكبروا لانهم بيعترفوا بنعم ربنا عليهم، ولما يعترف ان ربنا انعم عليك ولئن شكرتم لازيدنكم، ربنا بيكرمهم وبيكبروا اكتر واكتر. نطق بالخير بيجلب دايما الخير. طيب حياتكم يا جماعه، مش كل حاجه تخافوا من العين والحسد، حصنوا نفسكم اهم حاجه. مش معنى كده ان الحسد مش مذكور في القران، الحسد مذكور في القران وعارفين. حصن نفسك يا صديقي، ومش كل حاجه تحصل لك ممكن تكون قدرك انت. طبيعي مش كل حاجه هتبقى زي ما احنا عايزين.